انا عايز افهم حاجه. انا عمال افكر، هو ايه اللي جنش عمله في الماتش ده؟ لا، وعلي ماهر سايبه. يعني الشوط الاول بعد اللي حصل الشوط الاول، كفايه كفايه كفايه. نتكلم في الفيديو، نتكلم في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم حلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. النهارده كان في 3 ماتشات بيتلعبوا: ماتش الاهلي والاتحاد السكندري، وماتش الزمالك وفيوتشر، وماتش المنتخب المصري الاولمبي مع المنتخب المغربي الاولمبي في نهائي بطوله افريقيا. اول حاجه هنتكلم على ماتش الاهلي. طبعا الاهلي لتالت ماتش على التوالي بيلعب باقل مجهود، بيلعب على قد الماتش، وده اللي احنا حذرنا منه. آه الماتشين اللي فاتوا ماتش فيوتشر كان الاهلي كان قليل قوي قوي. ضغط كده برضو يعني، مش بالشراسة اللي احنا متعودين عن الاهلي، ونفس الكلام في الاسماعيلي. ولعب على الواقف، ولعب يعني زي ما تقول كده لعب يسد النفس. لعب بجد يبين لك قد ايه يعني. اللعيبه دي تحس ان عندها تشبع ولا ايه، انا مش عارف. النهارده الماتش خلص كده في اول ربع ساعة، رجعنا تاني نام نام نام. وصباح النوم خالص يعني طول الماتش. لعب على الواقف، لعب على الواقف، انا مش عارف حاجة تسد النفس الصراحة. مش لاقي حاجة ولا في ماتش الاهلي. في فرص ضاعت، بس برضو مش هو ده اللعب. مش هو ده الاهلي، لا لا لا. مش هقول لك مستوى يقلق، بس يعني لا. تحس كده ان اللعيبة خدت الاجازة، زي ما فرحوا كده في اخر ماتش وقعدوا يشيلوا مارسيل كولر، وفي الاخر في المؤتمر الصحفي قال اصل انا اديتهم اجازه، اصل هم نفسهم يشوفوا عيلتهم. يا عم ماشي، اديهم اجازه وكل حاجه، بس الناس دي لازم يتشد عليها. الماتش الجاي ماتش حسم الدوري، وماتش الزمالك، والزمالك واخد دفعه معنويه كبيره. واكيد هيموت نفسه قدامك علشان يحاول يعني يرش لك شويه تراب على التورتايه بتاعتك. ما ينفعش تقابله وانت مريح وعمال تلعب لعب استهلاكي كده. جمهور الاهلي اصلا يعني مش هعرفكوا بيه. جمهور الاهلي عنده الماتش اللي احنا فيه هو اهم ماتش. ما ينفعش تتدلع. لا، وكمان ماتش اهلي وزمالك، لا ده انا عايز اكسب. لا ده انا عايز انكد على اي حد. ارجو من لعيبه الاهلي اللي هي تسترجل شويه الماتش الجاي، وبعد كده مارسيل كولر يحاول يريح بقى الناس. ده بالنسبه لماتش الاهلي. نيجي بقى لماتش الزمالك وفيوتشر. قاعد بتفرج، هوبا فيوتشر جون وبيلعب وهات وخد، ولا والزمالك مفيش الجون التاني، والزمالك مفيش. خلاص باقي دقيقتين، باقي دقيقتين. هوبا شوطة جنش واقف عند نقطة الجزاء. ماشي، مخدش باله يا عم، جت مفاجأة. كورنر، جنش بيحسس على الكرة في الكورنر، تنزل يحطها. ماشي، اوكي. يا عم بقى مش باينه قوي. مش كان بيحاول يطلع الكوره، والتاني كان متقدم شويه غصبا عنه، الكوره كانت مرتده. اوكي. الجون التالت، رايح يحيي جمهور الزمالك بعد بين الشوطين. ماشي اوكي، جمهوره بقى بتاع زمان. وسع 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 وسع، موقف الحيطه، وهو موسع واقف عند العارضه البعيده. اول مره اشوفها، اول مره اشوفها. وباينه قوي من وقفه زيزو اللي هو هيلعبها بالطريقه دي. وحتى لو شيكابالا هتتلعب في الزاويه دي، مش للدرجه دي. يعني انا مش عارف هو ازاي. على فكره، بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا متضايق ان الزمالك كسب والكلام ده، خالص والله. انا كنت بقول ان طول ما الزمالك كويس هيبقى الدنيا احلى، وهتبقى الدنيا احسن، وهيبقى في اخد ورد كده. ما احبش ابقى داخل ماتش وعارف ان انا كسبان كسبان. عارف ان انا همسك الفريق اللي قدامي هعمل واسوي فيه. بحب الماتشات الصعبه. بس انا بتكلم في حاجه، ما تقوليش يا شيكابالا وتقعد تعمل لي كده. ها؟ عشان النهارده رجل المباراه المفروض اللي ياخدها جنش. قولا واحدا، على راي واحد صاحبنا، رجل المباراة النهاردة جنش. بس المفروض هو اللي كان ياخد رجل المباراة. واتمنى اللي هو ينزل في رابطة الأندية على تويتر التصويت، ينزلوا اسم جنش، هيكسب. هيكسب أي لاعب من الأهلي. هو كان رجل المباراة بكل المقاييس.
وانا مبسوط ان الزمالك كسب علشان يجي يوم الخميس كده ونتعامل معاه. بس يا رب لعيبه الاهلي تفهم الكلام ده وتلعب بجديه شويه. ماشي، كل ماتش على قد وكل حاجه، بس لا، الماتش ده بالذات ما ينفعش، لان انت عارف ان في ناس كتير هتزيط. في ناس كتير هتزيط رغم ان هي ملهاش فيه، بس هتزيط وهيقول لك احنا بوظنا لك وعملنا لك. لا لا لا، احنا عايزين نخلص الكلام ده خالص ومش عايزينه يحصل. طبعا كده كده احنا لسه معانا لحد اخر الاسبوع، فهنتكلم براحتنا قوي في الموضوع ده، وهنتكلم قوي على الهبد اللي هيحصل ايه اليومين الجايين دول بسبب موضوع جنش، لان انتوا عارفين ان الكلام ده هيحصل كتير. وعارفين طبعا قناة نادي الزمالك اكيد هتطلع لنا خزعبلات، وطبعا هيطلعوا بقى بتمثال العجوة بتاعهم اللي انا قلت عليه من يومين، الاوسوريو. تمثال العجوة هيطلع. اتفرجوا بس، شوفوا كده الكام يوم الجايين، ونبقى نرجع لبعض هنا وتعرفوا اللي انا عندي حق ولا لا. انا فاهمهم كويس. نيجي لاخر حاجه، المنتخب النهارده الصراحه انا اتفرجت على الماتش. عملوا اللي عليهم قوي بزياده. الحكم طبعا يعني انا شايف الطرد كان ممكن ما يبقاش طرد، لان هو فعلا ما كانش متعمد ايذاء اللعيب. هو كان بيمد رجله واتزحلق ورجله ما راحتش للعيب. هو وهو بيتزحلق فخبطت في اللعيب. انا شايف ان هي ما كانتش تستحق طرد، والطرد كان الصراحه ظالم. يعني حاسسها ظلم، يعني كان ممكن يبقى انذار. فضلت العب من الدقيقه 17 لحد الشوط الثاني من الوقت الاضافي ب 10 لعيبه قصاد المغرب على ملعبها، وغلبوني بالعافيه بغلطه حمزه علاء رغم انه شال جون في نهايه الشوط الثاني قبل نهايه المباراه. بس الصراحه عمل بطوله كبيره جدا حمزه علاء، وانا بحييه من هنا واقول له هارد لك. معلش يعني جله، معلش يعني كوره يعني بتحصل لكل الحراس. معلش يا حمزة. بس المنتخب انا مبسوط جدا بيه، لا النهارده فعلا لعبوا. وابراهيم عادل النهارده عمل ماتش كبير قوي. كل اللعيبه عملت ماتش كبير قوي. 10 لعيبه لعبوا من الدقيقه 17 من الشوط الاول لحد الدقيقه 120. والله 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 جمهور المغرب ولاعيبه المغرب كانوا خايفين مننا لحد اما جابوا الجون اللي هو دخلت غلطه دي. بس في نهاية الحلقة أفكر بس المشاهدين، ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني بلايك علشان الفيديو يوصل لناس كتير. ويعني انت عارف القناة لسه في بدايتها، فأكيد هبقى محتاج دعمك. أنا ما بحبش أتكلم كتير في الموضوع ده، دي تالت حلقة هتكلم فيها في الموضوع ده. يا ريت يا ريت يا ريت تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتشغل الجرس عشان كل جديد يجيلك على طول. يلا تصبحوا على خير.